اكثر فيديو غادي تشوفوا في حياتك. ولكن قبل ما نبداو اسمعوا الموضوع ديالنا. علاش اليوم المهدي المنتظر والمسيح الدجال على ابواب الحرب في هذه السنه ديال 2024. ردوا بالكم، ماشي انا اللي قلت هذه الهضره، الله اللي خلق هذا الكون هو اللي قال هذا الكلام. زير الصمته واعطيني عقلك مزيان. ان الله يبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها. كيف سمعتي؟ كل 100 سنه خاص ينزل شي شخص اللي يجدد لهذه الامه الدين ديالها. باقي شهرين على 2024 وتفكرونا. دليل الخلافه العثمانيه سقطت في 1924 وحنا كاينين في 2024، يعني بقات شهرين باش تكمل 100 عام اللي قال لنا الله. ان الله يبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها. سمعوا هذا شنو غتقول. وسيشهد العالم أمة روحية دينية تجمع جميع الأديان والمذاهب لمحارب هذه الظاهرة الخطيرة. المعنى ديال هذا الكلام هو المهدي المنتظر خصو يخرج باش يحارب الظاهرة الخطيرة اللي هي حزب الشيطان الماسونية. الخطة ديال حزب الشيطان اللي هو المسيح الدجال باينة، كتشوفوا حاليا الهولوغرام، سلاح الهرب، هادشي اللي طاري في السعودية كيجيبوا فلوس كيعطيهم الملايين باش يدخلوا لمكة. علاش؟ باش يخربقوك. تقدر تبان لك الشمس حاليا خارجة من المغرب ديالها وكتصحاب واش علامات الساعة وهو غير الضوء ديال الهولوغرام. وكيف كتشوفوا الصين صنعت شمس اصطناعية كتضوي بالليل. ولكن وإياكم والتلاعب مع المسلمين، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كيف سمعتوا؟ هادشي مخططين ليه قبل ما تزاد لا انت ولا انا. اسمع وشوف شكون اللي فرش لهم الخطط ديالهم وقتلهم. هذه المعركة ستقع وبعدها يأتي المسيح. وامتى تقع لما تقوم إسرائيل على إنقاذ العرب من شمال أفريقيا للشرق الأدنى. كل الأنهار والمقدسات تكون تحت إسرائيل وعاصمتها القاهرة. هاد السيد قال شي حاجة اللي ما خصهاش تقال، وانا غادي نعطيكم الدليل في اخر الفيديو بان الهضره اللي قال صحيحه. هاك اسمع وخدم عقلك وبلا ما تدخل. والهدف في النهايه مصر. اكبر دوله تشكل خطر على الكيان الاسرائيلي هي الصهيوني، هي مصر. وبالتالي يبغوا يحطموا اركان مصر ويضعفوا الامه العربيه حتى تقدم مصر بعد ذلك على طبق من الذهب للاسرائيليين. شنو قال؟ الهدف في الاخير هي مصر. عقلوا معايا على هذه الكلمه مزيان. وتقام دولتهم من الفرات للنيل كخطوة أولى. وأنيها ونقول قدامكم قدام سفرات الدول الأجنبية وأعظام الوفود من الدول العربية، أنا ناقشوني الفلاسفة اليهود في الندوة هاي اللي عارفينها أنتم، وقالوا لي برنامج اليهودية هو تهويد شمال أفريقيا، برنامج الصهيونية تهويد شمال أفريقيا. قلت له يعني أنتم دولتكم تمتد لشمال أفريقيا؟ قال نعم، ولكن للأسف قال فشل وتعثر، كان يجب أن ينجح. طيب كيف من تل أبيب تحكم شمال أفريقيا؟ قال لي ما هو تل أبيب، العاصمة بعد ذلك القاهرة. قلت له بالك تقصد القدس؟ قال لا، القدس بنحررها ونسلمها للمسيحيين، أما الهدف النهائي القاهرة عاصمة الدولة الإسرائيلية التاريخية اللي بعدها ينزل المسيح. تو حكاية المسيح ينزل ما ينزل ممكن نضحك ونقول خرافة، لكن قادة الغرب يمنوا الرصاة الدول الغربية يمنوا للعظم بعودة المسيح بعد ما تقوم إسرائيل الكبرى على إنقاذ العرب. هذه قضية تتعلق بنزول المسيح حسب اعتقاد المسيحيين الغربيين، أن المسيح ينزل لما تقوم إسرائيل الكبرى، وإسرائيل الكبرى ما تقوم إلا إذا سيطرت إسرائيل ما من الفرات للنيل من شمال أفريقيا إلى الشرق الأدنى. يعني العراق اللي يدمروا فيها الآن تمهيد لدخول القوات الإسرائيلية لها، وليبيا تمهيد لدخول القوات الإسرائيلية لشمال أفريقيا. وكل أصدقاء أمريكا بعد ذلك مهما توصلوا لن تصغي إليهم أمريكا عندئذ في تلك اللحظة، لا يمكن. تطلب منهم يؤدوا مهمة في فترة معينة، وبعدين مهما صار مصالح الغرب ونزول المسيح أهم من ملوك العرب ورؤساء العرب وهاي القمة العربية هي كلها والصداقات العربية. هذه مكتوبة بأصواتهم في جلسات حقيقية ما خيالية حاضرها ريغن وحاضرينها القادة من الغرب، ويتكلموا عن معركة هامرجند وش اسمها هي كم انتم عارفينها كويس. هاي المعركة هاي اللي احنا نعتبرها خرافة حتى اسمها ماناش عارفينها، وهم مؤمنين بها إيمان تام ان هذه المعركة ستقع وبعدها يأتي المسيح. وامتى تقع لما تقوم إسرائيل على إنقاذ العرب من شمال أفريقيا للشرق الأدنى. كل الأنهار والمقدسات تكون تحت إسرائيل وعاصمتها القاهرة.
وتقع هذه المعركة اللي تو ذكرتها، وبعدها ينزل المسيح. تو احنا مساكين وطيبين نحسبوا هذا خراف وما فيش حد يصدقه. مش قامت عليه خرافات دينية قديمة ان هذه ارض الميعاد وانكم انتم شعب الله المختار. احنا نقولوا خراف عام 48. انت معقولة في هالعصر، عصر العلم، ومش عارف ما زال في حد يتكلم عن ارض الميعاد، ما الميعاد، ما شعب الله المختار. طلعنا احنا المغفلين وتافهين. الخرافات ما صدقناش فيها. الخرافات خلقت دولة، ولا عند الآن احنا تحت الخطر من اجل الخرافات، من اجل المعركة هذه اللي نحكي عليها، وان اسرائيل لازم تاخذ شمال افريقيا وتاخذ الشرق الادنى والاوسط وعاصمتها القاهرة. قولوا انتم هذا خراف. الان المصانع تصنع في الطائرات وفي الصواريخ، في ديمونة يصنع الان في القنابل الذرية والصواريخ النووية، ما فيش حد يفتش عليهم ولا يقول لهم وقفوا. ويصنعوا في الأسلحة الكيماوية لإبادة العرب، ويصنعوا في القنابل الجرثومية في مصانع الغرب وفي مصانع الإسرائيليين. المعامل تشتغل ليل نهار لتحقيق الخرافة هذه اللي انتم بتحكوا عليها. قولوا خرافة. هذا يعملوا فيه باسم المسيح، تدمير ليبيا ارضاء للمسيح، تدمير العراق ارضاء للمسيح، وان المسيحية فرع من اليهودية، لان عيسى من بني إسرائيل ويهودي. هم الآن يعتبروا بالولاية، يدينون بالولاية، يعني الغرب يدين بالولاية لإسرائيل لأن المسيحية فرع من اليهودية. وانتم العرب كفار والمسلمين كفار ومارقين، وان محمد ما هو نبي. قالوا لي بهالشكل، والقرآن قالوا لي هذه شريعة حمورابي. كذابين انتم، ما في قرآن. الله عمره ما يخاطب العرب. ليش؟ لأن العرب حقراء، ما يخاطبهم الله. الله يخاطب اليهود بس وبني إسرائيل والمسيحيين، لأن العرب فيه موقف عنصري منهم تاريخي، من الأندلس ومن الفتوحات الرومانية ومن الحروب الصليبية ومن الاستعمار الغربي الحديث ومن زرع إسرائيل. هذه كلها مشكلة تراث ثقافي، مشكل عقدة عنصرية عند الغرب. هذه لازم تفهمها الأمة العربية كلها، تفهمها الجماهير العربية. الحكام ما يهمني يفهموها ولا ما يفهموها، لكن المواطن العربي اللي هو مستهدف بالسحق وبالإهانة لازم يفهم ان اللي نواجهه الآن وابتداء من ليبيا هو سياسة عنصرية مبنية على ثقافة عنصرية للغرب تكره العرب. وما يقدروش يقولوا ما فيش ثقافة زي هذه، لأنهم يعترفوا بأن هناك ثقافة عدوانية ضد السامية وتستغلها الصهيونية، وكل واحد تتهم بأنه مضاد للسامية. معناها فيه ثقافة عنصرية تخلق موقف عدائي ضد عنصر معين. هذا يقول لك ضد العنصر السامي. فيه ثقافة غربية عنصرية معادية للعرب، ما فيها شك أبدا. يعني هاد الهضره كامله اللي سمعتو كاينه ومتفقين معايا 100%. ايوا ما بقى ما يتخبى، هادو على من دوا. سمعوا مزيان شنو كيقول هاد السيد هذا. بس على السؤال، انت واثق قوي من النصر في 2024؟ بقول زي ما انا واثق من الشمس والقمر انهم موجودين. في 2024 هتبدا في منتصف 24 اعلان قيام حكومه في مصر. الحكومه تدير العالم. تدير العالم ده مش جنون او تخيل او خرافات، لكن ده مجهود يكلل شغل القوميين المصريين والمستنيرين من ابناء هذه الامه بعد 2055 سنه من ضياع مصر وسقوطها ورمي علامه العنخ الذهبي، واللي من يومها العالم ما امنوش قومه ولا مصر قامت لها قومه. ده علامه العلم اللي بيه تقدمت مصر. ويرفرف في منتصف 2024 على العالم علم العنخ المصري الأحمر بعنخ الذهبي بمفتاح الحياة. نأمر الأرض فتخرج كنوزها، ونأمر السماء فتنزل مطرها، بالعلم، بالتقدم، مش بالخزعبلات والتخلف والكلام الفاضي. مصر للمصريين، وموعدنا منتصف 2024، واثقين تماما من قيادة العالم. حكومتنا تقود العالم. هذا كيدوي وتيق في راسو، كيقول لك بانه غيقول الارض تخرج الكنوز ديالها، وغيقول للسماء تهبط الخيرات ديالها. يعني هذه خطه من خطط ديال المسيح الدجال. ها هما باعوا وشراو في العرب، وغادي يشدوا هذا العام الحكم ديال مصر وغادي يحكموا العالم. النصيحه ديالي اللي غنقول لكم، ردوا بالكم، بارطاجيو الفيديو باش يفيقوا ولو شويه ديال المسلمين، والله يدينا في الضوء. والسلام عليكم.